ديال العمل الجمعوي في مدينه فاس. اي نشاط تبارك الله كتلقاه حاضر. وشوف مسكين باش جاي عندنا راه مريض، هي الله يشافيه دعيو معاه. ومع ذلك راه جاي عندنا. بارك الله عليك سي سباعي، شكرا. كلمه ديالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام جملة وتفصيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وخلال اليوم 21 من شهر يونيو 2025 ولله الحمد تواجد برحاب دار الشباب القدس بمدينة فاس لحضور ختام المهرجان الوطني للأنشودة التربوية والمنظمة لتنشيط مؤسسة الشباب بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المديرية الجهوية لفاس مكناس، والرابطة الشرقية المغربية والجامعة المغربية للتقييم ومقاطعة نمرينيا بمدينة فاس. أعزائي الكرام، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الفاعلين المدنيين داخل وخارج الوطن المغرب الحبيب، أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان الوطني للأنشودة التربوية في نسخته الثانية. الإخوة والأخوات والأبناء الأعزاء، يعلم بأن الأنشودة التربوية في إبداعها قصيرة. نعم، في إبداعها قصيرة وتكون هادفة في مجال الطفولة لصالح الوطن بلحن المغربي. أقول بلحن المغربي، لا شرقي ولا غربي، وحاملا للقيم. والأنشودة التربوية هي نشاط يردد ويمارس بطريقة تلقائية، وتردد في مجموعة من الأنشطة الثقافية. وبفضل الله تعالى وبفضل الرحمة أصبحت الأنشودة المغربية تنشر عبر التراب الوطني من طنجة إلى الظلال الصحراوية، وذلك في ظل العرش العالمي المجيد منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ولله الحمد. فهنيئا لنا وهنيئا للساهرين على هذه الأنشودة. ومن باب التفكير أقترح تدخل الأناشيد في رحاب الجامعات المغربية. نعم، الجامعات المغربية للبحث وتطويرها أكاديميا في بحوث الإجازة. نعم، في بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على المواطن الغيور محمد السباعي.
الكلمه. تبارك الله عليك، كنشكروك مره اخرى. ما تفوتنيش اللحظه باش نعيط لواحد الاستاذ تا هو يعطينا كلمه في حق الانشطه، وهو رمز من الرموز ديال الاطر مدينه فاس في ميدان الانشطه. سي سعيد يتيم، كلمه ديالك سي سعيد. تفيقات على سي سعيد هو مربي الاجيال، رئيس طلع حنا حدايا. شوف، هذا حنا نمشيو نشوفوا